في حين ان انت عندك نص كتابي بيقول وفتحت رجليك لكل عابر. ده بالنسبه لك كلام ربنا الجميل قوي يا سيدي. انت مالكش دعوه مالكش دعوه بالكلام ده يا معاذ. عيب لما تقول وفتحت رجليك لكل عابر. النص الكتابي في سفر حزقيال. وحضرتك انت ما تعرفش ان النص الادبي بيتكلم ازاي؟ النص الادبي بيقول ان هو يشبه واحده اورشليم اللي بتعبد اوثان بان هي واحده فاتحه رجلها وبتزني. بجد والله يا حضره ده كلام حلو، ده كلام جميل. لما الاله يشبه اورشليم اللي بتعبد اوثان بالست اللي فاتحه رجلها، وبيقول كده بالحرف وفتحت رجليك لكل عابر. انت عايز تعمل انا عايز اعرف يعني ايه وفتحت رجليك لكل. الاله عندك وصف اورشليم بان هي فاتحه رجليها. تمام. انت زعلان ليه؟ هي امك؟ لا مش امي. امي الحمد لله كانت شريفه مش زانيه زي رحاب جده يسوع. انت ما تزعلش على اورشليم، ما تزعلش على انا زعلان على يسوع اللي انتوا قلتوا عليه ان هو ملعون ونجس بحسب سفر التثنيه 21:23. وزعلان على يسوع اللي انتوا قلتوا عليه دوده وحقير وعار. يسوع اللي انت بتعبده الاله بتاعك. وزعلان على يسوع اللي اتقال عليه ابن زانيه لان هو ابن داوود، وداوود زاني، ورحاب زانيه، ويتقال برضو عليه ابن رحاب الزانيه. صح يا فندم ولا انا غلطان؟ انا زعلان ان انتوا بتشتموا يسوع بالالفاظ دي. زعلان ان انتوا تطاولتوا على الهكم وخليتوه انسان يتضرب على قفاه يا فندم. زعلان ان انتوا خليتوا الاله ينزل يتخرم في ايده ورجله ويقول خرموا يدي ورجلي. طب انت ده من ازدراء اديان اللي بتعمله ده؟ لا ده ازدراء اديان. ده كتابك هو اللي بيقول. ده كتابك. انا مالك. الكتاب ده هو اللي المفروض يبقى ازدراء اديان. كتابك ده هو اللي بيقول يبقى ازدراء اديان. هو اللي بيقول ان الاله دوده يا فندم. كتابك ده هو اللي بيقول ان المسيح ملعون من الله. كتابك ده اللي بيقول المسيح منجس للارض. ده كتابك مش انا. ما تجيش تقول لي ده مش ازدراء. ده كتابك ودينك. تقدر تقول يسوع ابن زاني؟ تقدر تقول ده بحسب الكتاب. مش هو قال يسوع ابن داوود؟ قول يسوع ابن زاني. ما انا المشكله مش هقدر ارد عليك. مش هتقدر ترد ليه؟ لان الكتاب يكسف. ما تقدرش. كتابك الاثنين قاعدين بيكلموا بعض. بيقول له يا ابن المتعوجه المتمرده اما علمت ان ابن يسى يسيء لخزيك وخزي عوره امك، اللي هو انا اسف كاف امك يعني. تخيل في كتابك صموئيل الاول 20:30. بص يا حاج معاذ، يعف لساننا عن الكلام اللي انت بتقوله. ما هو يعف لسانك انت لكن ما عفتوش لسان الاله ان هو يقول الكلام ده يا فندم. بيقول له يسوء لخزيك وخزي عوره امك. تخيل نص كتابي بيقول كده. بص يا معاذ، ايه رايك يا فندم في الالفاظ دي؟ ايه رايك في الالفاظ دي؟ ايه رايك؟ اعبد انسان بالله عليك. انت عايزني انا اعبد انسان؟ يعني انت هتدعوني للتنصير؟ تعال اعبد انسان احنا بنعبده. اسمعني انت راجل مسلم وهتموت مسلم وانا اتمنى ان انت تموت مسلم. وانا اتمنى ان انت تموت مسلم برضه. واخد بالك؟ وتترك الوثنيه المسيحيه اللي بتخليك مؤمن بالالفاظ اللي انا قلتها، اللي انت بتقول لي احنا تعف لساننا عن الكلام ده مع انه كتاب مقدس.